السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. طبعا بصوا شايفين بقى القمر اللي انا عاملاه ده زبادي بلدي بيتي. طبعا مش قادرة اوصف لكم طعمه، كان تحفة وبسم الله ما شاء الله، جميل جدا. ومن كوباية زبادي واحدة بس ب7 جنيه هنعمل بسم الله ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. طبعا اعتمدوها في رمضان، هتوفر معاكم كتير جدا جدا. وبصوا متماسك وما شاء الله، وكان كريمي وحلو قوي 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 قوي. كلمة قوي دي مش قادرة اوصفها لكم. بصوا، وكان عامل وش كده قشطة كده عليه، جميل قوي. طبعا من كوباية واحدة بس هنعمل زي ما انتم ما شايفين. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي مروه خلاف ومطبخي اسمه مطبخ ميرو. طبعا حابه تعملي في طواجن اعملي، حابه تعملي في كوبايات اعملي زي ما انت ما حابه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا طبعا كان معانا كيلو الا ربع لبن. تمام. جبنا كوبايه زبادي بلدي دي ب7 جنيه. طبعا مش هنروح كل يوم نشتري كذا كوبايه يعني وب7 جنيه، لا احنا هنوفر وهنعمله في البيت. طبعا ولما تعمليه هتسيبي كوبايه خميره لتاني يوم. طبعا هنا حطيت معلقتين لبن بودره. المعلقتين دولت بيفرقوا جدا جدا في الطعم، وبيبقى كريمي وطعمه بيبقى زي الزبادي اليوناني، طعمه حلو قوي. طبعا الكوبايه هنا صغيره جدا اصلا يعني. بصوا ما تجيش 3 معالق على بعضها. هنحطها في الخلاط، وبعدين هنحط اللبن بتاعنا. وبعد ما هنحط اللبن بتاعنا هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط. طبعا ما تنسينيش في لايك قمر زيك كده، وشيري الفيديو لاصحابك وحبايبك. بصوا بندلق اللبن. طبعا اللبن ده انا بصوا بقى يا جماعه، اغلوا اللبن وسيبوه يدفى زي دمعة العين كده، يعني ان انتي تتحملي الحرارة بتاعته. نزلي كده يعني بصباعك كده، شوفي كده الحرارة بتاعته انتي هتتحمليها ولا لا. طبعا زي دمعة العين، ما تعملهوش وهو سخن عشان خاطر ما يقطعش معاكي. لو حابة تعمليه بسكر حطي زي ما انت محبه السكر، معلقه معلقتين بس. انا بصراحه انا مش بحبه مسكر قوي يعني، فانا حطيت معلقه سكر واحده. حابه تعملي بفواكه ممكن يعني باي طعم انت حباه. لو عندك مربى حطي في قاع الكوبايات مربى وصب عليه الزبادي. ده زبادي بالفواكه. حابه تلوني الزبادي وتخليه يبقى بطعم الفراوله بطعم المانجا، شريحه مانجا شريحه فراوله، اي حاجه انت حباها. طبعا بصي وانت بتصب الزبادي كده لازم تكون ايدك مرفوعه لفوق كده. بصوا انا برفعها عشان خاطر الرغوه بتاعته دي هتعمل وش حلو قوي. طبعا بصوا انا بعمل بقى في الطواجن دي. طبعا الطواجن دي كان طعمها حلو قوي، مش قادره اوصف لكم. بنبقى مولعين بقى على الكاتل بتاعنا، بنسخن ميه فيه. طبعا فات شويه هنحطهم في كوبايه. تمام. والفرنة بتاعتنا تكون شغالة على درجة حرارة 200. بنشغل الفرن يا دوبك الفرنة تسخن، وبعد كده بنطفي ايه البوتاجاز بتاعنا. تمام. هنا بقى هنجيب المية السخنة بتاعتنا من الكتل. طبعا هي ما غليتش بس هي سخنت قوي. بنحطها في الصينية. لو صينية ألمونيوم يبقى تعملي ايه بقى؟ يبقى تحطي ربع كوباية خل عشان خاطر الصينية ما تسودش معاكي. لو صينية ستانلس زي اللي انا عاملة فيها لا ما تحطيش، مش هتسود ومش هيجرى لها حاجة. بصوا الزبادي بيقعد في الشتاء بيقعد 6 ساعات بره التلاجة وساعتين في التلاجة، وبتطلعيه ألف هنا وشفا. طبعا انت بقى لما تصحي الصبح بدري بقى تعملي الزبادي بتاعك. اول حاجة تصلي كده وتقعدي تقري شوية قرآن، وبعد كده تعملي الزبادي وتركنيه في الفرن. عقبال السحور هيكون الزبادي بتاعك متماسك وهيبقى كريمي وهيبقى حلو قوي. طبعا انا عشان بص انا مش مالكه، فالكوبايه كانت هتدلق مني يعني. بصوا انا بشد، بصوا الكوبايه كانت هتتقلب مني. طبعا انا ما بنزلكوش اي وصفه غير لما اكون انا مجرباها وبتطلع معايا حلوه. طبعا بعد ال6 ساعات بنطلعه من الفرن، بنحطه بقى في التلاجة ساعتين، والف هنا وشفا على قلوبكم. في الصيف بيقعد 4 ساعات بس في الفرن وساعتين في التلاجة. فده كان الشكل النهائي بتاعنا، وده فيديو اليوم. ويا رب فيديو اليوم يعجبكم. ما تنسونيش في لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.